جاهزين لألذ وأسهل كيكة ممكن تدوقوها في حياتكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الليمون المنعشة بطريقة مضمونة 100%، هشة بشكل مش طبيعي، خفيفة زي الهوا، وطعم الليمون فيها متوازن، مزيج كده بين الحلاوة والمزازة الخفيفة اللي هيخليكم تتمنوا الصينية دي ما تخلصش من جمالها. تابعوا الفيديو النهاية، بس الأول عايزاكم تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. هنسمي الله ويلا بينا نبدأ. اول واهم خطوه اللي احنا هنبدا بيها دلوقتي، بجيب طبق وبحط فيه كوبايتين من السكر، وبيكون عندي ليمونتين كبار بالحجم ده. استخدمت ليمون اداليا، لو هتستخدموا الليمون العادي الصغير ممكن تستخدموا 4 أو 5 ليمونات. هبدا ان انا ابشره بالمبشره. اهم حاجه ان احنا بناخد الجزء الاصفر اللي هو اللي بره، مش باجي خالص ناحيه الابيض لانه بيبقى ممرر. بعدين بايديا ببدا ان انا افركهم مع بعض كويس جدا. كده بقى الليمون بيطلع كل الزيوت العطريه اللي موجوده جواه. انا عايزه بس كده بعد ما تخلصوا الخطوه دي ان انتوا تشموا السكر وتشوفوا الريحه بتاعته، ريحته منعشه وليمون وخطير. تحضير الخليط السائل، جبت الخلاط وهحط فيه 5 بيضات بحراره الجو. لو البيض اللي انتوا هتستخدموه حجمه كبير استخدموا 4 بس. كمان نزلت بالسكر اللي احنا نكهناه بقشر الليمون. ودي تاني اهم خطوه عندنا، نخفقهم كويس جدا مده ما تقلش عن 6 أو 7 دقايق لحد ما يبقى القوام فومي وتقيل. عندي كمان نص كوبايه من عصير الليمون متصفي طبعا من اي بذور، وكمان عندي نص كوبايه من الحليب بحراره الجو، وكوبايه واحده بس من الزيت النباتي. استخدموا نوع فاتح ونضيف علشان ما يغيرش طعم الكيك. اخر حاجه واللي ما ينفعش نستغنى عنها خالص لانها تعتبر محسن طبيعي للكيك، هي معلقه كبيره من الخل الابيض. وبشغل الخلاط من تاني ومش هحتاج اكتر من كده. بالنسبه للمواد الجافه عندي 3 كوبايات من الدقيق، سواء تستخدموا دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالكيك، الاتنين ينفعوا. طبعا لازم نعدي كل المواد الجافه على مصفى. عندي كمان باكت واحد او كيس اللي هو وزنه 16 جرام من البيكنج باودر، وظرف واحد من الفانيليا الباودر. بفضل في الوصفه دي استخدم فانيليا باودر علشان السايله ممكن تغطي على طعم الليمون شويه. بعدين ندخلهم كويس، واخر حاجه رشه صغيره من الملح. بالمضرب كده السلك هنقلب كل الحاجات دي مع بعضها عشان تمتزج. وعلى طول باخد المواد السايله بتاعتي بعد ما خفقتها كويس مع بعضها، بنزل بيها كده مره واحده على المواد الجافه. هنقلب بالراحه جدا وفي اتجاه واحد ومن تحت لفوق لحد ما كل الدقيق اللي عندي ده يختفي. ما تقلبوش بسرعه ولا كده اتجاه عكس بعضه، لان احنا مش عايزين نطلع الهواء اللي احنا دخلناه جوه المواد السايله. عايزين نوصل للقوام ده، القوام وسط، لا هو تقيل ولا خفيف. بعدين بجيب الاسباتيولا وبحرك كده من تحت علشان لو في اي دقيق مترسب عندي في الارضيه يدوب معايا. كده خليط الكيك بقى جاهز معانا على الخبز على طول. هنبدا ان احنا نحضر الصينيه دي. صينيه مقاسها تقريبا كده 28. ممكن تستخدموا صينيه عاديه، القالب ده اي شكل قالب عندكم عايزين تستخدموه استخدموه. المهم ان احنا عندنا بنبطنه كده باي ماده دهنيه، سواء زيت او الزبده او سمنه. انا جبت قطعه زبده كده وهغلف كل القالب بتاعي بالشكل ده. الحركه دي بتخلي الكيك من بره لما تيجوا تقلبوه عامل زي القطيفه بالظبط. كمان رشه من الدقيق، وهنبدا ان احنا نعفر القالب بتاعنا كويس جدا ونغلفه بالدقيق ونغطيه كله بالدقيق. وبعدين بنفضه وبتخلص من كل دقيق الزايد، وهنزل على طول خليط الكيك بتاعي. في الوقت ده ببدا ان انا اشغل الفرن. مشغلوش من قبل كده خالص بكتير علشان الفرن ما يسخنش قوي. لو الكيك دخل والفرن سخن زياده عن اللزوم ممكن هو يرتفع بسرعه ويبقى من جوه معجن وني. وبعود خشب كده بحرك الخليط وبخبط الصينيه خبطتين علشان ما يبقاش فيه اي فراغات او مسام واسعه للكيك. وادخل الصينيه فرن ساخن مسبقا على حراره 180. الرف اللي في النص تقعد من 35 ل 40 دقيقه حسب كل فرن. المهم مش بنفتح الشوايه، هي النار من تحت بس. بعد ما طلعته اختبرته بعود خشب، العود طلع نظيف ومفيش فيه اي فتافيت للكيك. هسيبه لحد ما يبرد خالص، بعدين بقلبه وشوفوا بقى الحلاوه، بجد لونه خطير. الكيك نفسه من جوه فاتح. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقطعه بالسكينة، وطبعا الخطوة دي مش بنعملها الا اذا كنا متأكدين ان الكيك بقى بارد معانا تماما علشان ما يفرولش مننا او تحس ان هو كده مهري. بصوا بقى خطير، المسام مظبوطة جدا، الطراوة وكمان الريحة حلوة بشكل مش طبيعي. عايزاكم تمشوا على نفس المقادير والخطوات دي بالظبط وانا اضمن لكم نجاحه. واستنوا مني فيديو جديد نعمله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.